حكاية عباس أبو الحسن بدأ حياته بأمركم غريب أيها المصريين، وانتهى بفضيحة تعدي دكتور الأسنان عليه. بدأ شهرته من أمركم غريب أيها المصريين لحد ما وصل لبودكاست خاص بقصص حياة الفنانين على اليوتيوب. عباس أبو الحسن ممثل مصري، شفناه قبل كده في فيلم مافيا في دور زعيم عصابة، وشفناه بعدها في حاجات كتير زي عمارة يعقوبيان وحسن ومرقص. ظهر الفنان عباس أبو الحسن من فترة صغيرة مع الإعلامي عمرو أديب عشان يحكي عن حادثة طبيب الأسنان اللي كان بيتخطى حدوده وأداب مهنته وبيتحرش بمرضاه. طيب إيه حكاية عباس أبو الحسن مع دكتور الأسنان ده؟ ويا ترى إيه اللي خلاه يتكلم عن الواقعة دي بعد الوقت ده كله؟ الفنان عباس أول ما بدأ كلامه شكر مباحث الجيزة والدقي والنيابة العامة والنائب العام على جهودهم، وإنهم كانوا حريصين على إنهم يبذلوا أقصى جهد ممكن عشان القضية دي، وقال إنه فجر القضية دي ببوست قوي، وإن لو كان الكلام ده غلط ما كانش حصل كمية الشير دي، وكل واحد كان بيحكي في الإنبوكس واقعة خاصة بيه حصلت له، لأن الموضوع ده صعب نتكلم عنه، وتحرش الراجل بالراجل مش حاجة سهلة أو حاجة ممكن تحصل في مجتمعنا. بالتالي الموقف كان غريب وصعب كمان يتحكي عنه، وقال إن الدكتور ده كان عنده أكتر من 6 أو 7 عيادات وبيتدرب فيهم دكاترة حديثي التخرج، وكلهم اتعرضوا معاه للواقعة دي، وللأسف ما قدروش يتكلموا. وده كان بسبب إن أي شخص زي الدكتور ده بيحمي نفسه بنفوذه وفلوسه عشان ما حدش يقدر يعارضه، ولما يعمل كده مع دكتور حديث التخرج وما يقدرش يتكلم عن الموقف ده تبقى مصيبة، وكان لازم أفضحه واتكلم عنه. الدكتور اسمه باسم سمير، راح له عباس أبو الحسن من 35 سنة لما كان دكتور حديث التخرج، وكان بينهم صديق مشترك هو الدكتور أحمد شطة دكتور الأسنان اللي عرف عباس على الدكتور باسم، وكانوا كلهم مع بعض في الجيم. فعباس قال إنه في الأول ما كانش باين على الراجل ده أي حاجة غلط، لكن بعد سنة لقيت نظراته وتصرفاته بدأت تتغير، وبدأ يسمع عنه كلام زي إن الدكتور ده فتح على حد وهو في الشاور روم، أو فتح على حد وهو بيغير هدومه، وإن كان في راجل في الجيم عنده تأخر عقلي وعلى قده لقوه مع الدكتور في فعل فاضح، وكانت مشكلة كبيرة، ووقتها نقلوا الراجل ده لمكان تاني عشان ما يترفتش. كان يعاني من حاله تاخر عقلي وراجل على قده خالص، ضبط في فعل فاضح مع دكتور باسم، كانت مشكله كبيره جدا، خدوا الراجل نقلوه في حته ثانيه ما رضوش يرفدوه واترخم على الموضوع. بس برضه محدش قدر يشتكي الدكتور باسم أو يبلغ عن الواقعة دي. بس بعد فترة الفنان عباس أبو الحسن نفسه ضربه، والغريب إن الراجل لما كان بيتضرب ما كانش بيقاوم، ده كان بيبتسم ابتسامة غريبة. وفي مرة في حفلة في الجونة وسط زحمة الدخول، دكتور باسم حاول يلمس عباس وبرضه ضربه علقة موت، وقال للناس ده شخص مش سوي، وحاول يتهجم عليا. وفي مرة تانية كان رايح زيارة لحد والأسانسير عطل، فهو دخل الأسانسير لقى الدكتور ده وبرضه حاول يتهجم عليه، وعباس أبو الحسن زقه وضربه، وقال إن الدكتور ده كان بيعمل لنفسه كمية إعلانات كبيرة جدا. من أين لك هذا؟ وأنهي علاج أسنان ده اللي ممكن يخليه يعمل لنفسه كمية الإعلانات دي؟ وإنه أصلا لما كان بيشوف صوره وابتسامته كان بيتأذى نفسيا، لأن مهما كان راجل بنيانه قوي وهو قوي ويقدر يعمل أي حاجة، لكن ده شيء بيهدده نفسيا وبيأذيه إنه يحصل له حاجة زي كده. وبعد ما شاف كمية الإعلانات دي عارف إن عنده أكتر من عيادة فيهم حديثي تخرج بيتدربوا وفيهم أطفال وشباب، يعني ناس ممكن ما تقدرش تشتكي لأهلها وما تقدرش ترفع قضايا، وناس ممكن محدش يصدقها حتى. وعشان كده قرر عباس أبو الحسن يكتب البوست اللي فجر فيه القضية دي عشان يفضحه، وكان مراهن إن في ناس كتير هيكون حصل معاها كده، وإن ده هيشجع ناس كتير إنها تتكلم. والراجل ده كان حريص جدا إنه ما يكونش فيه أي دليل أو كاميرات، والشاهد الوحيد على الموضوع ده كان خايف جدا، لكنه راح وشهد معاهم. وقال عباس إن اللي هتستفيدوا من ده إن لو ابنك حاول يقولك إن أي حد اعتدى عليه بأي شكل لازم تصدقه، لأنك لو ما صدقتوش ده هيعمل له أزمة نفسية كبيرة في المستقبل. أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.